ابني كل الكوسة وأنا مصدومة من اللي عمله. ما كنتش متخيلة اللي حصل أبدا. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه حصل كده أصلا. علشان تفهموا الموضوع لازم أحكي لكم من الأول. أنا اسمي عبير، والبداية كانت لما كنت في الكلية. أيوة، كان عندي بالظبط 20 سنة. أعجب بيا محمد بطريقة تقليدية جدا. كان جاي مع ابن عمه اللي هو دفعتي. شافني، أعجب بيا، وقرر إنه هيتجوزني. وده اللي حصل فعلا. أنا اختصرت عليكم تفاصيل كتير. أنا ما حبيتش محمد الحب اللي هو بيولع في الذرة ده، لأ، ولا أعرف يعني إيه حب بالظبط. أنا ما اكدبش إني كنت مرتاحة جدا في تعامله معايا، وهو إنسان هاجي الطبع. خلقه مش ضيق، بالعكس طيب جدا، وبحس إني جميلة في عينيه. إحنا لما اتجوزنا برضو ما كانش فيه قبلها مواقف كتير بينا وكده. إحنا يا دوبك 6 شهور خطوبة، ونزلت معاه فيهم 3 مرات بس، وبعدين جواز. فالدنيا ما كانتش متاحة قوي إني أحب ولا إننا نتعرف. وطبعا كل حاجة بعد الجواز بتمشي بسرعة. الشهر التالت حسيت بحاجة غريبة. ببص إيه ده، دي ما جاتش. طبعا الستات فاهمة الإحساس ده. نجيب شريط من الصيدلية، إيه ده، في علامتين، أهلا أنا حامل. ده مختصر الحدث بجد. حرفيا أنا اتسرقت بسرعة رأيتكم بالظبط. والحمد لله بقى عندي آسر، ابني بين إيديا فجأة برضه، أو فجأة قوي لأني اتمرمطت. بس حطوا عيل في حضني ويقولولي ده ابنك، ده في حد ذاته حدث زي الفل. نقلة تانية خالص. الموضوع كان غريب مرعب مربك. لمسته بعد ما اتولد لوحدها كانت بتأشعرني مش عارفة ألمسه، وخايفة عليه بجنون، ومرعوبة وقلبي مخطوف. وعديت بفترة كده مش مستوعبة لسه إني وكلام كتير قوي بيتقلي من حماتي ومن أمي، ونصايح وحشو كتير بيتحشي في دماغي، وأنا مش مستوعبة هما بيحكوا عن إيه أصلاً. الناس دي بتتكلم على أساس إني خلاص استسلمت للأمر الواقع، واعترفت بالواد ده. أنا بموت فيه بس مرعوبة منه، مش عارفة هعمل فيه أو بيه أو هعمل له إيه. على فكرة هو مرعب قوي، مش هو صغير بس مخيف بجد، وعليه صوت فظيع. بسم الله ما شاء الله، طاقة الصريخ كانت عنده رهيبة. وكان عارف بقى أنا بنام أمتى، ويروح هو مقرر يصحى. وطبعا بعد خلفتي آسر بيه حياتي اتغيرت غصب عني، وعلاقتي بجوزي محمد ما بقتش أحسن حاجة. مش بسبب آسر، لكن بسبب إنه مش مستوعب إني مش مستوعبة اللي بيحصل لي. ومش دي المشكلة، لأن الأيام مرت، وأنا زقيت واستحملت كم رهيب من الانتقالات، وبقيت متعودة خلاص. أنا أفشل أم، أنا أسوأ ست، أنا الأبشع في الوجود. اللي هو أنا استسلمت إن ده أمر واقع، وإني مش هقدر أنول رضا أي حد. بس آسر ده الحنين بتاعي، أنا كنت بنته مش هو اللي ابني. حنين قوي حبيبي عليا، بطريقة يمكن ما عنديش وصف ليها بجد. هو أحن وأحلى حاجة في الدنيا. وحبيبي عمر أمه كبر بقى، وفجأة ظهر شنب إعدادي، وفجأة الواد بقى يتكسف ينام جنبي، وفجأة عايز يبقى له خصوصية، وأسلوبه اتغير معايا، وجنابه صوته بقى متحشرج. وطبعا أنا معترفة إني فاشلة، بس وابني عنده 16 سنة كانت أول صدماتي. أيوة، صدمة بجد ليا. كنا معزومين عند حبيبة صاحبتي وهي عندها بنت في سن آسر اسمها فريدة. طبعا البي أول ما دخل وشاف فريدة هانم نسي أمه خالص. ده بجد اللي حصل، الواد نسيني. مش ده المصيبة، أنا عارفة ابني كويس، ابني مش بياكل أي أكل. فأنا قلت الحبيبة بعلو صوتي، لأ، أنا ابني حبيبي مش بيحب ياكل كوسة. ولقيت فريدة بتضحك وبتقولي، مين اللي مش بيحب ياكل كوسة يا طنط، ده بيموت فيها. أنا كنت بحاول أستوعب ابني بيموت في الخضار اللي ملوش طعم ده إزاي، ها؟ وانتي يا بنتي انتي عرفتي أصلا منين؟ وكنت عايزة أقوم أكلها، بس لقيت حبيبي ابني بيقولي وهو بيضحك، أنا فعلا ما كنتش بحبها من يدك، لكن لما جربتها من يد فريدة، أوه، الوضع مختلف. أنا كنت قاعدة أقول أبقى ست محترمة، ولا أمسك الشبشب أنزل بيه على جتتهم هما الاتنين وأفش غلي منهم. بس للأسف اخترت إني أكون الست اللطيفة المحترمة، علشان ما ينفعش أحرج نفسي ويبقى منظري زبالة قدام الناس. بس بصراحة كنت بغلي من جوايا، حاسة إني هفرقع. ودي كانت الحكاية. بس بهدي القصة لأم خطيبي، الله يكون في عونها بجد. كنت حاسة بيها قوي وكانت صعبانة عليا. وحمودي ابنها وابني دلوقتي وخطيبي وهيبقى جوزي قريب قوي، بيختار يجرب من يدي أكلات محبش يجربها في بيت مامته.
أنا عاملالك منشن علشان بجد أنا كاتبة القصة دي علشان حسيت قوي بكل مشاعرك واللي كان جواكي وانتي قاعدة قدامي، وحبيت أطبطب عليكي بس بأسلوبي. أصل بيقولوا لما يكون في حد بيفرقع قوي كده، كفاية إنك توصليله إنك فاهمة مشاعره وحاسة بيه، وهو بيهدى وبيبقى زي الغريبة. ما تنسيش يا حماتي يا قمر تبقي تقوليلي مشاعرك بعد ما حسيت بيكي كانت إيه. باي.